خلينا متفقين عشان تعملي اي وصفه فراخ وتطلع معاكي ناجحه جدا لازم الفراخ بتاعتك تبقى مغسوله كويس جدا وما فيهاش اي زفاره خالص، زي ما انت شايفه كده ما شاء الله بيضه جدا نضيفه جدا ما فيهاش اي زفاره. تعالي في الفيديو ده اقول لك ازاي تعملي كده ومن غير اي مجهود خالص. هاتي الفراخ اللي عندك حطيها في بوله، حتى لو كانت عندك فرخه كامله او قطع هاتي ليمونيه بقى واقسميها نصين وابداي افركي الفراخ بتاعتك كويس جدا بالليمون، ووصليها لكل حتت في الفراخ على الجلد وبين العظم، افركي كويس جدا ودعكي كويس جدا جدا. وبعدين ارمي قشر الليمون معاكي مع الفراخ، وهاتي بقى الدقيق بتاعك معلقتين كبار من الدقيق مهم جدا في الوصفه دي، وضيفي عليهم معلقه كبيره من الملح، واهم حاجه معلقه صغيره مليانه من الجنزبيل. وبعدين امليها بقى كده ميه، خليهم كده منقوعين في الميه لمده 10 دقايق، وحطي عليهم كام عود بقدونس. يا جماعه الجنزبيل بيقضي على الزفاره تماما، والبقدونس بيديها نكهه حلوه قوي. وبعدين بعد العشر دقايق اشطفيها كويس جدا كذا مره تحت الميه، وهتطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي ما شاء الله. شايفين؟ تحفه.